ونروح لأول خرافة معانا، وهي إن الكرياتين بيوقع الشعر وبيسبب الصلع. والخرافة دي طلعت بسبب دراسة واحدة اتعملت سنة 2009 على مجموعة من لعيبة رياضة الرجبي أو كرة القدم الأمريكية. جابوا مجموعة منهم وادوهم كرياتين، بدأوا معاهم بالتحميل، ادوهم 25 جرام كرياتين لمدة 7 أيام، بعد كده كملوا ب 5 جرام لمدة 14 يوم تانيين. بعد كده لقوا إن الدي اتش تي أو الدي هيدروديستيرون زاد عندهم بنسبة 56% في أول 7 أيام بتوع التحميل، وباقي ال 14 يوم فضل زايد بنسبة 40% فوق الطبيعي. والدي اتش تي ده ميتابولايت من هرمون التستوستيرون، لما بيزيد في الدم بيمسك مع الاندروجين ريسبتور مستقبلات الاندروجين في بوصلة الشعر، وبيؤدي في النهاية إلى تساقط الشعر. واللي يشدك للموضوع بقى ويكمل لك الدراسة ويأكد لك إنها طلعت خرافة في الآخر، إن هم عملوا معاهم حاجة اسمها البلاسيبو افكت، إن هم جابوا نفس الأشخاص دول وادوهم حاجة وهمية، قالوا لهم إنها كرياتين بس هي مش كرياتين، وادوهم سكر. بدأوا ب 50 جرام جلوكوز لمدة 7 أيام، بعد كده خلوها 30 جرام جلوكوز لمدة 14 يوم، ولقوا برضو بعد كده إن الدي اتش تي اللي كان بيسبب تساقط الشعر لسه عالي. فربطوا هنا إن ممكن يكون المقاومة الكبيرة اللي بيعملوها في الرياضة بتاعتهم هي اللي ليها الدور في زيادة الدي اتش تي وتساقط الشعر، والكرياتين ملوش دعوة بحاجة. وكل الأبحاث دلوقتي بتأكد إن الكرياتين ملوش أي علاقة بتساقط الشعر أو الصلع.